تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه فيوتشر في الدوري المصري. عايز اقول لك ان المباراه دي هتكون بالنسبه لنا مباراه مهمه جدا مكسبها والحصول على الثلاث نقاط علشان توصل للنقطه 63 ومن بعد كده تبقى قريب جدا من بيراميدز. المباراه دي هتكون صعبه جدا، لازم ان شاء الله يكون فيها جديه اكتر، يكون فيها تركيز اكتر، ويكون فيها اصرار على المكسب. الشناوي حارس كبير، الشناوي حارس عمل تاريخ مع الاهلي. بتمنى ان المباراة دي الشناوي يلعبها، وده علشان اسم الشناوي وعلشان مكانة الشناوي، علشان ما يتقالش ان بسبب اخطاء الشناوي في مباراة بيراميدز فالشناوي قعد، وده او دي حاجة مش حلوة لقيمة ومكانة الشناوي. انا رقم واحد بالنسبة لي مصطفى شوبير المرحلة اللي فاتت والمرحلة دي، وقلت ده في فيديو واتنين وتلاتة. شوبير هو الاكثر تركيزا، شوبير هو الاكثر تألقا، شوبير هو الاكثر تأثيرا داخل المباراة سواء بتصدياته او بادائه داخل المباراة. فشوبير بالنسبة لي هو الافضل للمرحلة، لكن بعد خطأين الشناوي في مباراة بيراميدز ما احبش ان الشناوي يقعد علشان غلط، ممكن بعد كده تقعد الشناوي عادي جدا. تشكيل الافضل بالنسبة ليا في حالة وجود عمر كمال في حالة طبيعية ومش مصاب، تشكيل افضل بالنسبة ليا محمد الشناوي، وده علشان محمد الشناوي مش الافضل للاهلي، ده الافضل لمحمد الشناوي. محمد الشناوي حراسة المرمى، باك يمين عمر كمال، قلبين الدفاع رامي ربيعة محتاج ان هو يرتاح. رامي ربيعة بقى بطيء بشكل مبالغ فيه جدا وشفناه في الهدف الاول قدام بيراميدز. يبقى بالنسبة لي ياسر ابراهيم هو الاساسي جنب محمد عبد المنعم. باك شمال كريم فؤاد طبعا المتألق. في نص الملعب مروان محتاج يرتاح، خلي اكرم في نص الملعب في مركز رقم 6، العب بديانج في مركز رقم 8 ناحية اليمين، والعب بامام عاشور ناحية الشمال. وفي بداية الشوط الثاني لازم تبقى عارف ان امام عاشور هيكون اخر الشوط ده، وده علشان المباراة اللي بعد كده. قدام في الخط الثلاثي الامامي حسين الشحات عنده انذار، فبشوف ان انت ممكن ما تبداش بحسين الشحات. ايه المشكله ان انت تخلي حسين الشحات معاك على الدكه لاحتياجات المباراه؟ تبدا بمحمد الضوي كريستو، ومن بعد كده في راس الحربه تبدا بوسام ابو علي، والجناح اليمين يكون رضا سليم. عايز اشوف اجنحه الاهلي محمد كريستو ورضا سليم في الشمال، يكونوا دول اجنحه الاهلي مع وسام ابو علي. ثلاثي هيكون فارق جدا، ثلاثي موهوب، ثلاثي يقدر يصنع الفارق. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا. خلي عمر كمال مفتاح لعبك، تقدر تقدم تشكيل قوي. عايز اقول لك ان انت وانت بتحط التشكيل ده لازم يبقى في حساباتك المباراه اللي بعد كده اللي هي هتكون في كاس مصر. مش هتلعب بالتشكيل ده نهائي، مش هتلعب بالتشكيل اللي هتلعب بيه قدام بيراميدز يوم 22. لك ان تتخيل ان بيراميدز هيلعب بكره مع فريق في كاس مصر النصر للتعدين، فانت قدام الفريق ده او بيراميدز قدام الفريق ده اكيد هيريح التيم الاساسي، ولعب اخر ماتش يوم 12 مع الاهلي، فاذا هيلعب بالتشكيل الاساسي مع الاهلي يوم 22، فهيريح لعيبته مسافه كبيره جدا تقريبا 10 ايام. اذا انت لازم تحط تشكيل فيوتشر وتبقى عارف ان التشكيل اللي هيلعب فيوتشر ده معظمه 99% منه من الناس اللي بتلعب بشكل اساسي مش هتلعب قدام النصر او مش هتلعب قدام الالومنيوم. هتريح اللعيبه دي، هتريح 6 ايام او 7 ايام لمباراه بيراميدز في الدور الثاني. لازم نبقى حاطين في حساباتنا ان احنا محتاجين نريح اللعيبه، محتاجين نكسب فيوتشر، محتاجين من بعدها نريح لعيبتنا ونلعب بالشكل الاساسي قدام بيراميدز علشان نقدر نكسبهم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه، فعل الجرس وسيب لايك كومنت للفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.